صباح الورد والياسمين على أحلى متابعين. صباحكم معطر بذكر الله. صلوا بينا على الحبيب قلبكم يطيب، واللي يصلي بينا على الحبيب أبدا لا يخيب. معانا النهاردة بقى فيديو جديد وروتين جديد. هشارككم روتين اليوم الدراسي كامل من ساعة ما بنقوم من النوم نحضر اللانش بوكس لحد نهاية اليوم. اول حاجه كده زي ما انتم ما شفتوا معايا، حضرت كوبايه نسكافيه كده عشان افوق. طبعا انا من المومز اللي ما بحبش ابدا ان انا احضر اللانش بوكس من بالليل، مع اني ببقى فاضيه بالليل ومش ورايا حاجه. بس الفكره نفسها مش حباها ان انا اقطع مثلا خضروات وحاجات، ومثلا لو هقلي بانيه او هعمل حاجه اقلي واحط في التلاجة. لا طبعا، بحب اعمله الصبح. هو ما بيكملش اصلا 10 دقايق، كل حاجه بتبقى موجودة وجاهزة على التسوية. يعني مثلا البانيه ببقى مفرزاه، لو هعمل سندوتشات حلاوة او مربى فبتاخدي من العلبة وتحطي على طول. الخضار بيتقطع ما بيكملش دقيقة، فمش مستاهلة يعني ان احنا نبيت اللانش بوكس في التلاجة. اللانش بوكس بقى بتاع النهاردة كان عبارة عن ايه؟ سندوتشات بانيه، قطعت له كده خيار. طبعا هو لو بياكل فلفل كنت قطعت فلفل، بس للأسف ده النوع الوحيد الخضار اللي هو بياكله الخيار. وطبعا الجزر، بس الجزر اليومين دول تحسوا طعمه كده ماسخ. وكمان حطيت له علبة زبادي كده، قلت له ياكلها اول حاجة ويخلي الساندوتش ايه على الظهر كده يبقى ياكله. انا بحاول على قد ما اقدر ان اللانش بوكس يكون فيه حاجات هيلسي. طبعا هم الولاد مش متعودين على كده، فانا بحاول ان انا اعودهم. فاستكفيت ان انا حطيت له بس كب كيك ومارشميلو وشوكولاته هو بيحبها، اللي هي الشوكولاته اللي محطوطه دي. وكمان حطيت له علبه عصير باللبن. هو طبعا شبطان في العصير اللي هو بالتفاح، بس طبعا العصاير ديت مضره. انتوا لو ولادكم بيشربوا العصاير بتاعه البيت طبعا تبقى احسن. تعالوا بقى نشوف المشتريات الجديدة اللي موجودة معايا. جبت المجات كان ب35. عايزة اقول لكم ان المجات الرخيصة ديت هي اصلا ما بتتحطش فيها حاجات سخنة، هي بس الايس كوفي لو هتشربوا فيها عصير، لكن ما بيتحطش فيها حاجات سخنة. ففي الحقيقة انا جايباه كديكور، هتشوفوا دلوقتي انا هعمل بيه ايه. وجبت كمان الشمعدان القمر دوت. عايزة اقول لكم سعره حلو جدا وخامته فظيعة، مش بيصدي، استانلس اصلي. هنركبه دلوقتي مع بعض ونشوف شكله. بجد شكله حلو جدا. عايزه اقول لكم بقى ان انا عندي شمعدان اصلا اللي هو بتاع الجواز بتاعي، اللي هو الشمعدانات القديمه بقى اللي كانت موجوده على ايامنا كده. انا مش عارفه ليه بقول على ايامنا، احنا مش بقالنا كتير يعني، هما 8 سنين جواز. بس طبعا الموضه اختلفت تماما. فالشمعدان القديم بتاعي برضو انا بستخدمه في حاجات معينه او في ديكورات معينه. حسيت ان دوت يعني خلاص لازم أنا اجيبه. أنا كل ما اقول لا انا مش هشتري شمعدان، انا عندي شمعدان بصراحه ايه، الشمعدان دوت شكله عجبني جدا، ولما الشمع كمان بيتركب فيه بيبقى شكله تحفه. شايفين بقى شكله كده لما تركب معانا؟ طبعا شكله تحفه. عايزه اقول لكم بقى هو بيترص كده او ممكن يترصوا جنب بعض كده بالترتيب. تعالوا نشوف جبنا ايه تاني. جبت بقى طقم البورسلين دوت، هو مش طقم على بعضه، هو انا جايباه بالقطع، وحاولت ان انا انسق ايه طقم كده مع بعضه، سواء هو هينفع، سواء الطبق هينفع لوحده والاطباق الصغيره هتنفع برضو لوحدها، والاتنين مع بعض هينفعوا كطقم. يعني مثلا لو حطينا فيه فطار، حطينا فيه بقى حاجة من الضيافات اللي بنعملها بتاعت سهرة الويك اند، بتاعت اعياد الميلاد، هيبقى شكله خطير. بصوا انا بعشق اصلا الحاجات ديت، يعني كل ما بلاقي الراجل فارش بالحاجات لازم أنا اشتري منه حاجة جديدة. في حاجات كتير اشتريتها طبعا بشاركها معاكم. تعالوا نشوف جبنا ايه تاني. جبت برضو العلبة ديت للمناديل، شكلها بقى كده شيك جدا، هي على شكل شنطة، بنفتحها ونحط المناديل كده ونقفلها تاني. وبس كده، دي المشتريات اللي كانت موجودة معانا. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. بصوا مبدئيا كده التنظيف هيبقى تنظيف كده من على الوش، تنظيف سريع، لان زي ما انتم عارفين او قلت لكم في الفيديو اللي فات، المساعده بتاعتي بتيجي بتعمل الشغل اللي هو ايه، التنظيف العميق. فانا يا دوبك بلمع بروق اكنس مكنسه كده يعني. المهم بقى همسك الترابيزه لمعها حلو، طبعا عشان انا لسه ما فرشتش الستاير فتحسوا ان المكان بيتطرب بسرعه. فهلمع الترابيزة، وطبعا هنفرش الديكورات الجديدة هلمعها برضو من تحت. تعالوا شوفوا منظر التراب في الترابيزة من تحت. الترابيزة دي متلمعة تقريبا كده من اسبوعين. فهو عشان انا على طول سايبة الشباك مفتوح ومش بقفل الازاز لان الجو حر وكاتمة، وكمان الستاير مش متركبة، فتحسوا ان المكان بيتطرب. يعني المكان لو مقفول والشباك مقفول مش هيتطرب طبعا بالسرعة دي.
هلمع الترابيزة كده تلميعة سريعة. الروتين كله حاجات بسيطة كده، ودوت طبعا اللي يفضل ان احنا نعمله ايام الدراسة. عايزة اقول لكم بقى ان بجد لو انتي تقدري ان انتي تجيبي حد يساعدك هيفرق جدا 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 معاكي. لو انتي عندك قدرة مالية يعني ان انتي تجيبي حد يساعدك ما تتأخريش. يعني في مثل بيقول هين قرشك ولا تهين نفسك. فمثلا 500 جنيه او 1000 جنيه اللي انتي هتدفعيهم في الشهر ما هماش حاجة قدام راحتك النفسية، وبجد هي هتشيل عنك كتير. انتي لما البيت مثلا تجيلك كل اسبوع او كل 10 ايام تعمل التنظيف العميق، انتي الحمل هيخف عليكي كتير، هتعرفي تركزي اكتر مع مذاكرة الولاد، تركزي اكتر مع الاكل مثلا اللي بتعمليه الاسبوع، سواء هتفرزي حاجات عشان اللانش بوكس، حاجات عشان تبقي مستعده تعملي الغدا على طول للولاد لما يرجعوا للمدرسه. فطبعا الوقت دوت هيفرق معاكي جامد جدا. اما لو ما عندكيش طبعا القدره الماديه فعادي بقى، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، تستعيني كده بالله وتنضفي حاجه في حاجه، ما تحكميش عليكي شغل. زي ما انتم شايفين المج اللي هو ابو 35 دوت اللي الناس طالعه بيه السما، انا طبعا خايفه اشرب في حاجه رخيصه كده. فانا عندي المجات بتاعتي انتوا عارفينها بتاعت الايس كوفي، اصلا المجات بتاعتي غاليه، فانا جايباه عشان اعمل بيه ديكور زي ما قلت لكم كده. مش هشرب فيه، حطيت فيه الزرع اللي كان موجود على الجزامه، طبعا كتغيير شكله وسعره حلو، ولقيت شكله كمان حلو. لمعت كده الجزامه ولمعت المرايات. بصوا الشغل كله تلميع يعني، حاولي ان انت تلمعي برضو اول باول كل يوم اوضه، وتعالي يوم الاربع امسكي الشقه بقى تلميعة سريعة وجولة سريعة، بحيث ان الخميس والجمعة والسبت يجوا عليكي يكون البيت كله متنضف. سواء بقى هتخرجوا في الويك اند، هتقعدي مع الولاد، يعني ما ينفعش خالص ان احنا نخلي اخر ايام الاسبوع ديت ان احنا ننضف ونروق فيها. فانتي كل يوم في الاسبوع كده امسكي اوضه لمعيها وكنسيها كده او شفطيها كده بالمكنسه. سواء شباك بقى بكله بالمكنسه، طبعا عشان عندي حساسيه في الجيوب الانفيه ما بنفضش كتير، انا بشفط اي حاجه اي تراب قدامي بالمكنسه. فطبعا بيفرق جدا معانا لو كل يوم عملنا اوضه. على اخر الاسبوع على يوم الاربعاء هنيجي الشقه كلها برضو بالمكنسه تفضل نظيفه، وطول ما ايدك في الشقه طول ما يعني لما يبقى عندك شغل مش هياخد منك وقت طويل. لمعت بقى كده الرف وظبطته ورصيت المخدات حلو، طبعا الانتريه شفطته كله بالمكنسه. وبس كده، ده كان الروتين بتاع النهارده. يا رب يكون عجبكم وتكونوا كده اتشجعتوا بيه، وانتظروني فيديو تاني جديد.